موضوع بقى القسطره في مريض السكته الدماغيه، هي قسطره الدماغ دي اللي هي زي ايه يعني؟ احنا عارفين قسطره القلب. احنا قسطره الدماغ على فكره هو نفس المفهوم بتاع قسطره القلب. اه. اي قسطره في الدنيا هي للتسهيل هي منظار للشرايين، ولكن طبعا احنا صور الوحده ده موجوده. جهاز القسطره بتاع الوحده عندنا في جامعه عين شمس، احنا عندنا يعني احدث جهاز قسطره في العالم. امم. هايل. والحقيقه قصه قسطره طبعا هي قصه جديده نسبيا، ولكن احنا بقى لنا 25 سنه تقريبا قسطره المخ جزء من الممارسه الطبيه، وده طبعا في العلم يعتبر اجراء حديث نسبيا. اثبت في خلال 15 سنه اللي فاتوا دول ان هو من اهم الاجراءات طبعا التداخليه في الطب الحديث، لانه بينقذ حياه ناس كتير جدا، مش بس حياتهم، بينقذهم من الاعاقه. احنا امتى بنعمل قسطره مخيه؟ احنا بنعمل قسطره مخيه لما المريض بقى يجي له انسداد في الشريان الرئيسي بتاع المخ. ده في مرضى الجلطه او في مرضى النزيف، لو عنده شريان بينزل بنخش نسد المكان اللي حصل فيه النزيف. لكن خلينا نتكلم على الجلطه بتاعه المخ، لما بيحصل انسداد في الشريان الرئيسي الدم بيتقطع خالص عن المخ. النسيج بتاع المخ ده القاعده العامه كل ما يبقى اسرع ان احنا نلحق ده احسن، لكن النسيج بتاع المخ بتاع الشاب الصغير اللي شرايينه لسه سليمه بيستحمل اكتر بكتير من راجل كبير عنده سكر وضغط وتصلب شرايين. وبالتالي احنا عندنا فاريابيليتي في الوقت، عندنا مفهوم الوقت الحقيقه انه اتحرك بسرعه، بس في مريض ممكن يتحمل شويه، وفي مريض بعد دقائق النسيج بتاع المخ كله بيموت. وفي مريض ممكن يجي بعد 24 ساعه وانا لسه مستحمل وقادر ان انا الحق جزء كبير جدا من النسيج بتاع المخ. عشان كده احنا المفهوم بتاعنا احنا بنعالج النسيج بتاع المخ مش الوقت بس. وعشان اعالجه كويس لازم اعالجه بامكانيات كبيره. امكانيات بشريه اولا، واحنا بنفتخر في طب عين شمس ان احنا عندنا احسن الاطباء المدربين، تدريب عالي جدا جدا، عندنا كفاءات بشريه على اعلى مستوى تضاهي المستوى العالمي فعلا. وعندنا احسن الامكانيات الماديه، الجامعه عندنا حقيقه بقياداتها وفرت احسن اجهزه، سواء جهاز قسطره، لانه احنا بنعتمد بشكل كبير جدا على معطيات كتير جدا، انا مش عايز اشغل المشاهدين بيها عشان نقيم المرضى دول. تمام. اولا عشان اطمن على الاجراء، ان انا بعمل اجراء امن بشكل كبير للمريض، وعشان اوفر كمان الريسورسز بتاعتي. العمليه بتتكلم زي ما حضرتك قلت كده مبلغ كبير جدا، فانا مش محتاج ان انا يعني اهدر المستهلكات بتاعتي.